فتح عضلات فيديو جديد. طبعا يا جماعه انا عارف ان انتوا كنتوا بتحبوا جدا الفيديوهات بتاعت مطعم كويك عشان يعني بقى فيها سندوتشات كتير ووجبات كتير متنوعه، فانا فكرت طبعا احاول ادور على مطعم يكون شبهه كده. قعدت اقلب على الفيس كده ادور في المطاعم لحد ما وصلت المطعم يعتبر الى حد ما مقارب منه، فقلت اطلب منه اوردر. وللاسف يا جماعه حرفيا كانت اسوأ تجربة في حياتي. شوف انا جربت كم مطعم، اسوأ تجربة في حياتي. احنا نخش في التجربة على طول، واثناء ما انا بجرب السندوتشات هحكي لكم بالتفصيل كل اللي حصل. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك، اشترك في القناة لو مش مشترك. طبعا يا جماعة المطعم اللي انا هجربه لكم النهاردة اسمه تيك اواي مجدي، ودي اول مره اجربه. مبدئيا بس الاكل كله واصل لي بارد يعني، حتى مش دافي لا بارد. اول حاجه طبعا هم حاطين علبه مخلل صغيره كده، يعني مع ان سندوتشات كتير بس طبعا حاطين شويه مناديل. اوكي برضك بقول لكم اما تيجي نجرب نعمل تحدي حلو كده. عايزين نوصل الفيديو ده 2000 لايك في اول 24 ساعه. اول سندوتش معانا كبده اسكندراني. تغليفها ده يا جماعه بالظبط بتفكرني بسندوتشات كويك، والعيش مقارب قوي، عيش ناعم كده. وده سعره 68 جنيه. الحشو يعتبر يعني لحد ما كميته معقوله. الكبده الاسكندراني حاطين معاها فلفل الوان، مش كل الالوان يعني، اخضر واصفر. طيب اوكي، هو السندوتش ده حلو بس طبعا حراق شويه، بس مش حراق اللي هو سبايسي. انا زي ما قلت لهم مش عايز اي حاجه سبايسي. التتبيله بتاعتها هي الكبده الاسكندراني بتبقى كده يعني. انا مره جبت اصلا الكبده الاسكندراني المجمده دي من السوبر ماركت، ولما جيت اعملها لقيتها حراقه. اول نوع ده كده جميل، والكبده مستويه حلو، والعيش ناعم وحلو. تاني سندوتش معانا شاورما لحمه، بردك نفس نوعيه العيش اهو بالظبط، العيش الناعم اللامع ده. بحب قوي يا جماعه العيش اللي بيبقى مزيت كده من بره. طبعا هو السندوتش الشاورما لحمه عباره عن ايه زي ما انتم شايفين، شاورما لحمه وجواها فلفل الوان، كل الالوان بقى موجود، احمر واصفر واخضر، وفي بصل، وفي بقى قطع اللي هي الشاورما اللحم جوه. ده سعره 85 جنيه. برضك الحشو فيه يعتبر معقول، الكمية كويسة، بس ده حراق وجامد بقى مش زي الكبدة. وفي حتت كتير من اللحمة بتعض كده، تحس الشاورما اللحمة مش مستوية كويس. لا الشاورما مش قد كده، نص نص. الاتنين دول يا جماعة من قسم اللحوم. تعالوا بقى نخش على قسم الايه، قسم الفراخ. اول حاجة التشيكن رول. ايه ده المرة دي العيش بيفتفت ليه كده؟ التشيكن رول ده بكام؟ ده ب 99 جنيه. طب ده عباره عن ايه بقى؟ ده عباره عن فراخ محشيه موتزاريلا ورومي وبسطرمه. فعلا تلاقوا بصوا الفراخ معموله ازاي. بصوا يا جماعه الفراخ اهي محشيه في رومي وفي بسطرمه وفي عليها موتزاريلا من فوق بسيطه كده. حلو، تعالوا كده ندوق. بالمناسبة انا كنت معتقد ان هو بيجي في رول زي سندوتش الراب بتاع كنتاكي، لان لما قلت لهم لما كنت بتصل اعمل الاوردر، لما سالتهم على السندوتش ده قلت لهم يعني ده اللي هو الراب زي بتاع الكنتاكي كده، فقالوا لي فالظاهر هو بقى اللي بيوصف لي غلط او كده، لاني جاي في عيش عادي. بس للاسف الفراخ مش طازه وجامده، ده ما عجبنيش. طيب نبدا بقى نخش في بدايات المشكله بقى. هي بدايه المشكله من السندوتش اللي جاي دوت. بصوا يا جماعه، انا لما اتصلت عملت الاوردر قلت لهم هيوصل في قد ايه، قالوا لي هيوصل في 3/4 ساعه. وصل في قد ايه؟ تخيلوا كده معايا، ساعه مثلا؟ لا. ساعه وربع؟ طيب لا. ساعه ونص. وصل في ساعه ونص. تمام. طيب رجعت الاوردر، بصيت كده على السندوتشات كلها عشان اتاكد السندوتشات جايه مظبوطه. ابص الاقي لك ايه، سندوتشين غلط. منهم السندوتش اللي جاي ده اللي انا هجربه دلوقتي، هقول لكم ايه هو دلوقتي يعني. والسندوتشين اللي جايين غلط ارخص من اللي انا طالبهم بكتير يعني، اللي هو من ضمنهم السندوتش دوت. طب عشان ايه نستفاد بالوقت اقول لكم عليه، اللي هو الفاهيتا مجدي. ده بكام؟ ده ب 109. اللي جالي بداله غلط بقى، جالي فاهيتا لحمه
اللي هو ب90 جنيه. كان عباره عن ايه؟ كان شبه الشاورما كده ومعاه قطع مشروم، وفي سندوتش تاني لما نوصل له هقول لكم ايه هو يعني. المهم فاتصلت بيهم قلت لهم انا في سندوتشين جايين لي غلط، وقلت لهم ايه هما وكده. فقاموا قالوا لي ايه بقى؟ قالوا لي طب شويه كده والمطبخ هيكلمك. انا استغربت شويه، مطبخ ايه اللي هيكلمني؟ انا مالي بالمطبخ؟ مش يعني حتى لو الكاشير مثلا هو اللي بيرد عليا، ما انت تكلم انت المطبخ وتقول لهم الغلطه، ايه لازمه ان المطبخ يكلمني؟ فانا استغربت. المهم قلت لهم خلاص ماشي. قفلت، قاعد استنى نص ساعة كاملة ان حد يكلمني ولا حد عبرني. قمت انا ايه اتصلت بيهم قلت لهم مال؟ قلت له يعني المطبخ هيكلمك ومحدش كلمني. اما اللي رد عليا بقى هو اللي كلم الايه المطبخ وهو معاه التليفون، قال لهم انتوا عملتوا ايه في الاوردر اللي جاي فيه السندوتشات الغلط؟ لا ده خلاص عملناهم واتبعتوا لي كمان. فقام قال لي ايه ده هم خلاص عملوهم وطلعوا من عندنا وجايين لك في خلال 10 دقايق او ربع ساعة. لغاية دلوقتي الكلام جميل جميل. قفلت معاهم. ان الاكل يوصل في 10 دقايق ولا ربع ساعة ولا نص ساعة حتى ولا ساعة ونص حتى. فلما لقيت الموضوع طول قوي كده، ساعة ونص كتير، كلمتهم قلت لهم الله هو في ايه؟ امال انتوا يعني قلتوا لي ان الحاجه طلعت من عندكم وهتوصل لي في خلال 10 دقايق او ربع ساعه ومفيش حاجه جت. استغرب بيقول لي بجد والله. طب قام قاعد بقى ايه يكلم الناس اللي في المطبخ يقول لهم ايه الاوردر اللي فيه الغلط طلع ولا لا، واحد يكلم التاني ويكلم. المهم في الاخر قام ايه قام قال لي طب هو هيكلم حضرتك دلوقتي اهو. وفجاه لقيت السكه اتقفلت. يعني حتى انا ما قمت اتصلت تاني قلت له انتوا قفلتوا السكه ليه؟ قام بيقول لي انا فكرتك بتقول لي تمام. فاللي هو تمام على ايه ما اعرفش يعني طبعا ايه. انا الموضوع استفزني في الاول ليه؟ لان هم اول مره لما قالوا لي المطبخ هيكلمك فضلت مستني نص ساعه مفيش حد عبرني. فاللي هو بقى ايه لما بيقولوا لي حد هيكلمك انا بتضايق من الموضوع ده، اللي هو ببقى عايز وانا فاتح التليفون كده يخلصوا لي الموضوع وقتي. ايه اللي حد هيكلمك دي؟ قلت له لا انا ما تخليش كشركه هاتهولي الوقت على التليفون. وبعدين قلت له ايه قلت له ساعه ونص ايه دي اللي بيجي فيها اكل؟ انا مش فاهم. المهم قام جالي الكاشير على التليفون قام بيقول لي ايه بيقول لي معلش يا فندم والله انا كلمت المطبخ وكنت هتواصل معاك بس للاسف كان في شغل فهم غيروا بس الفاهيتا انما كل حاجه تمام. انا في الاول ما كنتش اخد بالي ان هو بيتكلم على الفاهيتا بس. كنت بقول له طب ما جاش ليه؟ قام بيقول لي ما للاسف يا فندم انا ما عنديش دليفريه. قلت له لا بقول لك ايه دليفريه ايه؟ انا بصوا يا جماعه بصراحه لما لقيت الوضع كده قلت ايه يعني حسيت ان الذوق مش نافع فاهمني. فابتديت اعلي صوتي بقى. قلت له لا بقول لك ايه دليفريه ايه اللي مش ما عندكش دليفريه؟ ده انتوا قلتوا ان انتوا صلحتوا الغلط وبعتهم لي دلوقتي بتقول لي ما عندكوش دليفريه ازاي؟ قام بيقول لي ما هو مش انا اللي رديت على التليفون يا فندم، ما انا هحاول اشوف لك دليفري واجيب لك السندوتش ده. وبعت دليفري السندوتش التاني. قلت له لما انا عايز اعرف مين الكذاب ده بقى، مين اللي قال ان السندوتشين اتغيروا وجايين لي في الطريق وقدامهم 10 او ربع ساعه. بيقول لي لا هو مش كذاب هو ما يعرفش. يعني انا مش بحب اخش في نوايا الناس بس حسيت كده ان في تحوير بيحصل عليا. لا وبعدين استفزني ايه كمان بيقول لي ما انا عندي شغل يا فندم وعندي. بقول له شغل ايه؟ ما يعني ما انا الاوردر جاي لي غلط. يقول لي يا فندم ده هو سندوتش واحد الغلط. قلت له الله كمان سندوتش واحد؟ اتنين مش واحد. قلت له بقول لك انا شغل التحوير ده انا ما بحبوش، انا عايز اعرف مين اللي عمال بيحور دوت. فقال لي طب حضرتك قول لي رقمك وانا هتصل بيك اهوت التليفون بعيد عني تمام. قلت له لا انا معاك اهو على التليفون مش هقول لك رقم، انا معاك اهو على التليفون اتصرف لي دلوقتي حالا وابعت لي السندوتشات الصح ديت وانا مجهز السندوتشين التانيين وهديهم للدليفري لما يجي. لا واستفزني بقى في ايه؟ بيقول لي ده هو هيطلع دلوقتي ومش هيكمل 10 دقايق عند حضرتك. قلت له تاني؟ المهم بقى يا جماعه لما لقيته مصر وعايز الرقم وكده قلت له خلاص خد الرقم اهو بس خد بالك هم سندوتشين مش واحد. قال لي اللي هم ايه؟ قلت له الفاهيتا وقلت له على السندوتش التاني اللي هقول لكم عليه يعني كمان شويه وكده. قال لي خلاص مش هبعتهم لك حالا. المهم هقول لكم بقى ايه اللي حصل بس تعالوا نجرب بس الفاهيتا يا جماعه. طبعا المفروض ان هو عباره عن ايه؟ اسمه فاهيتا مجدي ب 109. عباره عن ايه؟ قطع فراخ مشويه وسوسيس ومايونيز وجبنه. هو في فعلا قطع فراخ مشويه وسوسيس ومايونيز. في مايونيز جبنه المفروض اللي هي جبنه شيدر يعني. وفي حاجات لون برتقالي كده ما علينا يعني. الفاهيتا مجدي احلى بكتير من التشيكن رول. وبعدين الحلو فيه كمان يبص العيش بيلمع ومتحمر كمان. طيب السندوتشات اللي بعد كده بقى من قسم سندوتشات على الفحم. اول حاجه جبت ده سندوتش كفته بلدي. بصوا يا جماعه بردك اللمعان هنا شكله بقى جامد قوي.
وده سعره 99 جنيه. طبعا هو فيه 3 كفتيات وجواه بقى ايه خيار وطماطم. صحيح ليه؟ اولا الكفته مش متسويه حلو، ثانيا الخيار حاطين قطع كبيره قوي مبوظ اصلا كل دي خياريه في سندوتش كفته، وغير كده كمان حرق شويه. طيب هنجرب سندوتش كمان كده بس في السريع وهحكي لكم الموضوع وصل لايه. يعني السندوتش التاني من قسم سندوتشات على الفحم، سندوتش ستيك بلدي. هو عبارة عن قطع لحم ستيك ومعاها مشروم وبصل وفلفل وحاجات كده. عشان السندوتش مش واضح قوي ممكن اوريكم قطع الستيك عاملة ازاي. تمام، وده سعره 119 جنيه. يعني هو ده الحشو بتاعه يعتبر معقول. السندوتش اللي تشيكن رول هو اللي يعتبر الحشو بتاعه كان قليل مقارنة بباقي السندوتشات يعني. للأسف رغم إن الستيك طعمه حلو ولكن التسوية مش حلوة. بصوا يا جماعة، الستيك المفروض لما بيبقى متسوي قوي اللي هو الويل دان، المفروض ان حتى وهي متسويه حلو قوي بتبقى مش طريه قوي زي الرير دان والنص دان دي. ايه النص دان دي؟ مش عارف، انا بخترع حاجه جديده. المفروض يا اما بتبقى متسويه حلو، مش معنى كده ان هي تبقى بتشد. في ناس فاهمه النقطه دي غلط يا جماعه. طيب نكمل بقى اللي حصل. تخيلوا بقى الدليفري مكلمني امتى من جوه المطعم، بعدها ب3/4 ساعه تاني يقول لي انا استلمت الاوردر وجاي لك. تخيلوا جالي بعدها بقد ايه؟ 3/4 ساعة تاني. يعني الاوردر وصل اصلا في 1.5 ساعة، يعني متأخر. كلمتهم عشان يصححوا الغلطة، استنيت قد ايه؟ 2 ساعة كمان. وبعد الساعتين اكتشف ان مفيش حاجة وان مفيش حاجة اتبعتت اصلا. اقوم ايه اكلمهم يجي لي السندوتشات الصح بعدها ب1.5 ساعة. يعني الغلطة اتصححت بعد ما قلت لهم ب3 ساعات ونص. المشكلة هنا فين؟ المشكلة بصوا يا جماعة، انا عارف ان احنا طبعا في عيد وضغط عيد وفي مطاعم بيحصل عندها اخطاء بسبب الضغط. يعني ممكن تتأخر، وارد. ممكن تغلط، وارد. بس تيجي تصلح الغلط بغلط اكبر، هو ده اللي ايه ما ينفعش. الاوردر كنت طالبه اصلا من الساعة 3:15 عقبال ما الاوردر اكتمل وبقى كله مظبوط. بقينا على الساعة كام؟ 8:15. يا جماعة انتوا متخيلين؟ يعني حطوا نفسكم مكان 5 ساعات يا جدعان. يا جدعان ده تهريج، ده تهريج. لا وايه الاوردر اصلا انا دافع في السندوتشات دي يا جماعة قرب 900 جنيه. انتوا متخيلين؟ يعني واحد دافع قرب 900 جنيه ويتعامل معاه كده. طب افرض انا عندي عزومة وجايب السندوتشات دي لناس، افضل رابطهم جنبي 5 ساعات عقبال ما المطعم يجيب لي الحاجات الصح؟ انا في المجمل جاي لي حاجات غلط فرقها عن الحاجات الصح 60 جنيه. طبعا الكلام ده غير مقبول تماما. تجربة من اسوأ التجارب في حياتي. الفيديو ده انا طلب الاكل من 3:15 على اساس كنت اصور الفيديو ومنتجه وينزل مثلا على الساعة 6. انا بصور الفيديو ده بالمناسبة يوم الخميس عشان تبقوا عارفين. وانا بصور الفيديو ده دلوقتي الساعة 9 اللي هو اصلا عقبال ما اخلص الفيديو ده ومنتجه هتبقى الساعة 11 12. هنزله الساعة كام؟ مين هيشوفه في الميعاد ده؟ فطبعا هضطر ان انا اجله انزله يوم الجمعة. يبقى انا كده اتعطلت ولا لا؟ ده غير كمان ايه حصل حاجة بقى تاني مستفزة بعد ما السندوتشات وصلت، بس دي بقى احكيها لكم بعد ما نخلص السندوتشين التانيين، لان ايه عشان بس ننجز. اول مرة يحصل معايا بجد حاجة زي كده يا جماعة. طيب نخش على سندوتشات البحريات. اول سندوتش هجربه ميكس سي فود بانيه، وده سعره 114 جنيه. ده عبارة عن جمبري بانيه وسيبيا بانيه. طبعا الحشو اقل بكتير من بتاع كويك يا جماعة. السندوتش كان بيبقى مطرشق. مثلا سندوتش زي ده كان يبقى فيه ضعف الكمية دي. ده يعتبر سندوتش فاضي كده مقارنة بكويك يعني. السيبيا معقولة متسوية حلو، انما الجمبري لا.
اخر بقى سندوتش معانا وهو سي فود مجدي بالبطارخ، وده السندوتش التاني اللي كان وصل غلط. السي فود مجدي بالبطارخ المفروض عباره عن ايه؟ جمبري وسيبيا ومشروم وكابوريا وبطارخ. اللي كان جاي لي سندوتش فيه جمبري ومشروم وكابوريا بس، والمكونات دي بتاعت سندوتش تاني اسمه السوبر فياجرا. اما ابقى دافع 149 جنيه ويجي لي سندوتش تاني ب 109، ده كده عادي. اهو ده موجود اهو، جمبري وفي سيبيا وفي مشروم وفي كابوريا وفي بطارخ. ده حاطين بطارخ اللي هي المملحه دي، عامه عادي، فكره جديده. انا بحب قوي يا جماعه قطع الكابوريا اللي بتبقى الحمراء دي. حاسبه طبعا مقارنه بسندوتشات كويك اللي كنت بجربها لكم زمان اقل بكتير. السندوتش فيه حاجات مبررة طعمها بشع. ايه ده؟ حاجة غريبة يعني. هو بقى السندوتش كويس بس معرفش الحتة اللي كانت ممررة دي ممررة ليه. اللي حصل ايه كمان بقى، لما الاوردر جالي بتاع الدليفري بيقول لي ايه، هو المفروض هيبقى فيه توصيلتين عشان انا هجيب لك الاوردر من المطعم وبعد كده هرجع لهم السندوتشات تاني، فالمطعم هيشيل واحدة فانت المفروض بقى تدفع التانية. قلت له لا انا مش هدفع حاجة، هم اللي هيدفعوا، قصدي غلطة من المطعم. قال لي يعني هم اخد منهم كل حاجة؟ قلت له اخد منهم كل حاجة، ما دفعتش. عايز اقول حاجة يا جماعة، توضيح بس عشان ما حدش يفهم الفيديو غلط. يعني الفيديو ده يا جماعه انا بقول اسوأ تجربه في حياتي، ما اقصدش الاكل نفسه، الاكل في حاجات كويسه وفي حاجات لا، ولكن انا بتكلم اسوأ تجربه من حيث المواعيد. انا عارف طبعا ان في ضغط عيد، بس هم في عندهم مشكله حقيقيه في التنظيم، في حاجه غلط. يعني انا مش فاهم، انا بكلم الكاشير واقول له ان في مشكله، هو ليه الكاشير يخلي اللي في المطبخ هو اللي يرد على التليفون اصلا ويقول لي هيكلموك كمان فتره؟ المفروض ان الكاشير وهو معايا على التليفون هو اللي يكلمهم ويقوم يكلمني يقول لي طب خلاص هم، انما مش يرميني ليهم، هم اصلا مش المفروض ان هم يردوا على التليفون. وفي تخبط، واحد يعتقد ان الحاجات بعتت وواحد يعتقد ان لسه ايه ده؟ المشكله مشكله تنظيميه، وكمان برضك مشكله في تحديد الاولويات. انت في اوردر غلط، صحح الاوردر ده الاول. عندك عجز في الدليفريه، اي دليفري مثلا وهو بيوصل اوردر اديله الحاجات دي وقول له وصل ده الاول. عايز اقول ان الاكل مش كل حاجه بيبقى الاكل نفسه بس، انت مش بتقيم الاكل بس، في حاجات تانية مهمه. ممكن يكون الاكل كان معمول حلو قوي وسخن جدا وجميل، بس بسبب عجز الدليفري عندهم او بسبب الضغط بعتوا لي الاكل كان بارد جدا. طب ما هي دي مشكله. تمام، ممكن يكون عندك عزومه كبيره وبسبب غلطه في الاوردر تقعد مستني سيادتك بالخمس والست ساعات عقبال ما الحاجه الصح تجيلك، يكون الناس اللي عندك زهقوا ومشوا وتبقى اتكسفت كسفه كبيره قدام ضيوفك. فانا في الفيديو دوت مش قصدي منه ان انتوا مثلا ما تشتروش من المطعم ده مطعم سيء، لا انا مش قصدي كده خالص، بس قصدي ان انت على الاقل تبقى عارف ان في المشكله دي عندهم، بحيث مثلا وانت بتطلب الاوردر تاكد عليهم جامد قوي ان ما يتلخبطوش في الاوردر، لان اديكوا شايفين بحيث لما تيجي تطلب تبقى عامل حسابك، يا اما مثلا تروح تجيب الاوردر بنفسك. هو ده الهدف من الفيديو، ان هو مشكلته الكبيره في التاخير والمواعيد والتخبط والدنيا دي كلها. بس كده يا جماعه، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. استنوا فيديو جديد.